اريلي ماشيني في الزحمه دي، وانا ممكن اروح شارع القاهره واجيب كل حاجتي الاساسي المنزلي بسعر جمله الجمله. والله زي ما بقول لك كده، وجمله الجمله. ومش بس كده، اسعارهم ما تتقارنش باي مكان تاني في اسكندريه. عندك المجات اللي انت شايفها قدامك دي ب 175 وبتتباع بره ب 199. اما بالنسبه بقى لحله البطوط الترندي فبيبيعوها ب 290. وزي ما وعدناكم اكتر حد يعمل فولو للبيج ومنشن لاصحابه وكومنتات كتير هكسب اتنين، واحد هياخد المج اللي زي القمر ده والتاني هياخد حله البطوط. وشيالة الفاكهه دي ب 99، وهتلاقي عندهم كل حاجه تتخيليها وما تتخيلهاش بالنسبه للاساسي المنزلي. وكل حاجات ايكيا الترندي والجديده موجوده فيها وبس. لا ومش بس كده، كمان عندهم 3 فروع، فايا كان انت ساكنه فين هتلاقي فرع جنبك. وهعلق لكم العنوان في اخر الفيديو، ولو عايزين العنوان بكل الفروع ولوكيشن ابعتوا لي في الكومنتات كلمه تام وهبعت لكم اللوكيشن على طول والعنوان. لا ومش بس كده، الناس بقى اللي بتحب المجات اللي عليها شخصيات كرتونيه فعندهم المج بيبدا من 35 جنيه. وكل اللي انتوا شفتوه في الفيديو ده نبذه بسيطه قوي من الحاجات اللي موجوده هناك. المكان بسم الله ما شاء الله كبير جدا، وصعب ان اجيب لكم كل حاجه موجوده عندهم، فعشان كده انت مضطر تخش البيج عندهم، لان مهما شفت في الفيديو ده تاكد ده 0% من الموجود هناك. وبعيدا بقى ان هم المستوردين وهم اليد الاولى، لا ده كمان عندهم مصنع خاص بيصنع لهم خشبيات، فايا كان اللي بتدور عليه هتلاقيه في المكان ده. وكل حاجه بسم الله ما شاء الله كريتيف، زي الكاميرا دي مثلا. باختصار كده عايزين انا جاي لك من المستقبل بقول لك ان انت تدلع يعني تدلع، وكل حاجه في بيتك هتلاقيها عندها هي وبس. والعنوان بتاعهم سهل وبسيط، الفرع الرئيسي في شارع الجواهر، والفرع الثاني في شارع لجتيه. اما بالنسبه بقى الفرع الثالث وده اللي بصور فيه في شارع القاهره في سيدي بشر قبل ما توصل البنزين ب 100 متر جنب محل بيت الدجاج ومحمد عطا العطار. وهسيب لكم العنوان في اول كومنت.